هندسة شبين سنة 86. طلعت سنة 87 ألمانيا. عملت دبلومة في الهندسة في جامعة أخن. رجعت آخر 89 على القاهرة، اشتغلت في شركة قطاع خاص، وبعدين شركة قطاع عام 3 شهور، وبعدين شركة قطاع خاص، وبعدين انتقلت إلى بعض المدن السياحية في مصر، وأنشأت شركة بنفسي للمقاولات الكهروميكانيكية وما زالت حتى الآن. وفي ناس بيقولوا عليا راجل اعمال، انا ما بحبش الكلمه ديت عشان بتتاخد غلط يعني. لا، انا مهندس مجتهد يعني، بحب الاجتهاد وبحب الشغل. فانا يعني اشتغلت 24 سنه تقريبا، 24 ساعه في اليوم يعني. فانا بحب الشغل. العمل السياسي بالنسبه لي كان كنت براقبه من بعيد، ما كانش ليا في اي دور، لاني ما كنتش احب يبقى لي اي دور في الفتره السابقه دي بأي سلبيات أو إيجابيات، لأني لا إما أكون في السجن، لا إما أكون منافق، لا إما أكون يعني. فأنا اخترت إن أنا أبعد ويبقى لي دور خيري، دور اجتماعي في وسط بلدي، وأنا قرية وفي وسط البلد اللي أنا عايش فيها، وفي أي احتكاك ليا وفي أي تعامل. أنا كنت بتعامل مع أجانب ومع حاجات كتير جدا بتيجي طبيعة عملي، والحمد لله حزت على مش أقل من 10 شهادات عالمية للإجادة في العمل والتمييز. لأني كنت بشتغل بس، هو ده كان هدفي. بدأت العمل السياسي فور الثورة. حسيت إن كل واحد فينا لابد يبقى له دور. بلدنا محتاجة الناس تخرج تتكلم بشجاعة، ما عادش فيه خوف، ما عادش فيه قهر، ما عادش فيه ظلم. لكن لو استسلمنا هيبقى فيه قهر وهيبقى فيه ظلم وهيبقى فيه استنفاذ. يعني احنا الفترة الجاية دي مش عايزين نستهون بيها، الفترة الجاية دي محتاجة ان احنا ما نكلش، لان احنا سلبيتنا اللي فاتت ادت للناس الحكام ان هم يتسارعوا ويتباهوا بظلمهم لغاية ما وصلنا للي احنا كنا فيه، ولغاية ما وصل بلدنا اللي احنا فيه من كافة البنية التحتية. ما عندناش بنية تحتية في مصر، ما عندناش تعليم، ما عندناش صحة، ما عندناش اي حاجة صح. ده نتيجة ان احنا تهاونا في حقنا واستسلمنا وكنا سلبيين. الفترة الجاية دي محتاجة ان احنا نكون ايجابيين جدا، ايجابيين ومشاركين ومراقبين. يعني هشارك وهراقب اللي بيعمل حاجة غلط اقف قدامه. اي واحد بيعمل حاجة غلط ممكن بيعمل حاجة غلط ده ما يصورش، لان التزوير خلاص احنا مطمئنين بنسبة كبيرة جدا 100% ما حدش يقدر يحط ورقة في الصندوق مزورة او واحد يملى ورقة. لكن ممكن التأثير على الآخرين بسبل أخرى، سبل غير اعتيادية. ممكن واحد يمنع حد من الانتخاب، ممكن واحد يفتعل أي مشاكل لعدم إعطاء الفرصة لكافة الشعب إن هم ينتخبوا. هي دي اللي إحنا عايزين نبقى فاهمين كويس جدا حقوقنا. اللي مش هيخرج أنا بعتبره واحد مقصر في حق البلد، لأن أنت مش شرط تنتخبه، اختار اللي أنت شايفه أحق مني أو أي حق واحد قدامك، بس المهم تشارك وما تديش فرصه للاقليه هم اللي يحكموا البلد. الاقليه دول ممكن يكونوا ناس منظمه، ناس كل ايا كان صفاتهم، لكن احنا بنقول يا ريت كلنا نشارك عشان كلنا ناخد حقنا وما نندمش نقول يا ريتني كنت شاركت. انا لو كنت طلعت كان ممكن الصوت بتاعي ياثر. لا، انت الصوت بتاعك مؤثر جدا جدا جدا. صوت كل واحد هنا ما يقلش عن صوت عضو مجلس الشعب في البرلمان. يعني الموضوع بقى مهم جدا وامانه. فيا ريت هي دي كلمة السر الانتخابات القادمة، الخروج للانتخابات وتوعية الآخرين كيف ينتخبوا وكيف يختاروا الشخص المناسب. ده بالنسبة للانتخابات. أما بالنسبة للبرنامج أنا باختصار شديد جدا مش هقول لكم أنا معايا عصا سحرية أو جاي يعني أغير، لكن أنا عندي أفكار جديدة كتيرة جدا، وعندي الحمد لله أفق عالي جدا وطموح ليس لها حدود في كل المجالات. يعني التعليم أنا أعرف إن التعليم عندنا انهار، والتعليم لو انهار كل البلد هتنهار، من أول المعلم للدكتور كل اللي هيخرجوا من عندنا هيبقوا ناس خدوا تعليم مش مناسب ولا يناسب بلدنا. بلدنا من أكبر الدول في العالم المفروض تكون اقتصاديا، بلدنا المفروض أعرق بلد في العالم، بلدنا تستحق أحسن من كده بكتير. التعليم محتاج وقفة كبيرة جدا، واللي أنا أعرفه إن قرية النارة هي من يعني أول قرية على مستوى
الجمهورية قامت الصيف اللي فات بعمل مشروع قومي، خدوه على عاتقهم كده ناس افاضل، الاستاذ جمال وماهر بيه شهاب وبعض الاخوه طبعا كتير مش فاكر اسمائهم كلهم، خدوا على عاتقهم قالوا خلاص احنا مشروعنا السنه دي 2011 2012 هو المشروع القومي للتعليم في قريه زناره، وخدوا الطلبه وعملوا ده، عملوا بحوث قويه جدا وطلعوا طلبه، والاستاذ مصطفى ادهود طبعا رائد التعليم في المركز الراجل طبعا انا عايز اقول لكم المشاركه الايجابيه ممكن تيجي بحاجه صغيره جدا ونتوصل لحاجه كبيره جدا. الاستاذ مصطفى ادهود وبعض الزملاء معاه عملوا محو اميه الطلبه، طبعا مفيش حد يعني محو اميه طلبه كانوا في مدارس ابتدائي عندهم محو اميه، يعني ما عندهم اميه، يعني ما يعرفوش بيكتبوا ولا يقروا. الناس دول خدوهم في الصيف وعملوا فصول وطلعت النتيجه 92% بعد شهر. مصطفى يعني دي حاجه تتحسب. قريه زناره الموضوع ده موضوع مهم جدا، يعني شوف الناس عملوا ايه، قالوا احنا متطوعين وجابوا مدرسين وبداوا يجيبوا لهم العصير والنايتي والحاجات دي، بداوا يشجعوا الطلبه يجوا. الطلبه ديت بالكامل بداوا يروحوا يجيبوهم من بيوتهم، بقى يروحوا يكلموا الاهالي، يمكن في اهالي هنا طبعا راحوا لهم وكده، يروحوا يكلموهم في بيوتهم احنا عايزين ابنك يجي لنا مدرسه احنا في الصيف وهنشجعه، بقى يعملوا لهم حصص العاب وقصص انشطه رياضيه وكده عشان يشجعوهم، وفي اخر الشهر محوا 92% من الطلبه اللي ما يقولوش عددهم عن حوالي 200 طالب ابتدائي، يعني 200 طالب ابتدائي كانوا لا بيعرفوا يكتبهم ولا يقروا اسمهم ولا يعرفوا يقروا، فكانوا عندهم اميه وطلبه، فاحنا كنا دي كانت 200 شاب في المستقبل، وده هتمنع اميه كتيره جدا جايه. ده انا بحيي طبعا كل الناس الاول المهمه دي، وبعد كده بداوا يتنقلوا على الصحه، بداوا يشوفوا الاداره الصحيه ايه اللي ناقصها ايه المشاكل، فهي الموضوع بيجي بالترتيب، يعني انا يبقى عندي اكون ايجابي ان انا ابدا اخدم بلدي بانكار الذات، ما اقعدش اقول انا المفروض اعمل كذا ولا المفروض الناس تاخد بالها مني وانا بعمل، لا، انكار الذات ده له ثواب عند ربنا كبير وله ثواب لمجتمعك وبلدك. احنا هنقول التعليم، هناخد التجربه الصغيره دي بتاعت زناره وهنكبرها وهنعممها وهنبدا نتكلم عليها على مستوى المحافظه ثم الجمهوريه ان شاء الله. دي حاجه. الحاجه الثانيه، التعليم محتاج وقفه من الناس الافاضل الموجوده في التعليم في المحافظه، انهم يبداوا يحطوا خطه ازاي نخلي الطلبه تحضر، ازاي نخلي طلبه الثانوي ثانيه وثالثه ثانوي يبقوا في المدرسه، ازاي نقلل من الدروس، ازاي نخلي المدرس له كرامه وياخد حقه وهو قاعد بدون ما يدي دروس زيه زي اي حد في الدوله. الصحه طبعا احنا عندنا منهاره جدا، عندنا انهيار، ما عندناش مستشفيات فيها اي خدمات، عندنا مشاكل، دي قصه كبيره جدا برضه هنستعين بالناس الكبار في الصحه ونبدا نتكلم، وعندنا حلول كويسه جدا هتلاقوها في البرنامج بتاعنا. اهم حاجه في الصحه عندي اللي انا شفتها بره من سفري وعشت بره، ان اهم حاجه يبقى كل واحد فرد في مصر عنده تامين صحي شامل، يعني لما يحب يتعالج في الدوله على حساب الدوله، ده حقه، وده اقل واجبات واقل حقوق الانسان، ان الراجل يتعالج في بلده، مش يروح المستشفى يبقى عايز حد يدفع له فلوس او يدور على حد، او بيبقى عيان ومش عارف يتعالج عشان معهوش فلوس. دي طبعا احنا مش قابلينها باي صوره من الصور. الحاجه الثالثه البطاله، ودي قصه كبيره جدا احنا بدانا بالفعل، وديت الصناعات الصغيره اللي احنا بدانا ننشئها، وانشانا في اول قريه في مدينه بركه السابع اسمها 100 فارس، مصنع يتكون من 10 وحدات خياطه بيشغل 40 فتاه، هنعممه على مستوى الثلاث دوائر ان شاء الله. في خلال سنه هيكون عندنا 25 مصنع. احنا تعاقدنا بالفعل على 250 مكنه، ال 250 مكنه دول يعملوا 25 مصنع، ال 25 مصنع بدا فعلا مصنع بالفعل، اول مصنع عملناه من حوالي شهر، وان شاء الله الثاني في خلال ايام، واي مكان في الثلاث دوائر جاهز بيحتوي على 200 متر يكون متبلط ونضيف. نصيب زناره التلت، ممكن اكتر كمان. زناره يعني المركز التلت. لكن احنا الغرض من كده ايه؟ احنا دايما بنقول الصناعات الصغيره صناعات سهله جدا، هتوفر عماله، لما يبقى في 40 فتاه من قريه واحده شغاله، هيبقى كل واحد على الاقل هتاخد لها من 500 ل 700 جنيه غير الحافز. الموضوع ده هيبدا يجيب رجل، الناس تانية هتغير من اللي قاعدين دول معاهم قرشين،
حد في ايطاليا هيبعت يعمل مصنع، فاحنا هنحاول نستفز الناس انهم يعملوا مصانع، وبالتالي هنبدا في خلال السنتين الاولانيين هنبقى على الاقل وفرنا 5000 فرصه عمل. وده يعني مش كلام، مش ارقام كده، يعني ارقام بالحسابات وكل حاجه. يعني عندنا المصنع لما يتعمل في قريه انا متاكد ان في خلال 6 شهور هيبقى في 10 مصانع خاصه للناس اتعملت. واحنا عندنا امثله كده في قريه بركه السبع اسمها قريه كفر هلال، والاستاذ عبد الحميد شعبان عنده مصنع فيها، فيها حوالي 500 مصنع نسيج، وهي قريه عالميه وبدات بمصنع واحد. قريه عالميه. احنا بس ثقافه العمل بعيد عننا شويه، يعني ثقافه العمل هي اللي بعيد عننا. احنا بنوصل العمل للناس وبنستثمر الناس تستثمر فلوسها بطريقه كويسه وتكسب، وفي نفس الوقت نقضي على البطاله. فدي تجربه احنا خدناها في اكتر من مكان وعملت نجاح كبير جدا، واحنا جاهزين لاول مصنع يتعمل في زناره في اقرب وقت. يعني لو اديتونا المكان النهارده تاني يوم المكن هيكون موجود، وقبل انتخابات، مش بنتكلم عن انتخابات. دي نقطه. دي نقطة صغيرة ونقطة بطالة. بنحاول ننشأ مصانع كبيرة في المناطق الصناعية زي منطقة وسنا الصناعية ومنطقة السادات، وإن شاء الله جاي لنا استثمارات مصانع أجنبية إن شاء الله. على الأقل السنة الجاية هيبقى 3 مصانع أجنبية هيبقوا في المنطقتين الصناعيتين دول. أولهم مصنع كاوتش سيارات في منطقة وسنا الصناعية. ده هيشغل لنا العمالة والبطالة ويوجد فرص عمل كويسة للشباب. طبعا احنا برنامجنا كبير جدا، يعني مش احنا جايين دي تعارف، فانا يعني كلام مفتوح وكتير. انا طبعا بشكركم، وبتمنى طبعا ان يكون مصر كلها حاضره زيكم في الانتخابات، وشايفه البلد كويس جدا، وشايفه البلد رايحه على فين، وبتتكلم على ايه، وايه المفروض واجب كل واحد فيكم يعمل ايه. على الاقل حاجه انه يحضر الانتخاب. ده اضعف الايمان. اضعف الايمان ان انت سعادتك تطلع على صندوق الانتخاب تقول رايك، لكن انا بعتبر ان كل واحد فيكم هو عضو مجلس الشعب ونائب في مكانه اللي هو فيه، بيطلع الناس وبيحفز الناس على الانتخاب ويقول لهم ان احنا عايزين بلدنا تكون، احنا 45 مليون المفروض ينتخبوا، على الاقل نكون 35 مليون طلعوا. غير كده نبقى احنا فشلنا. الحاجه المهمه طبعا اللي تهم كل مصر، وهي اساس عمل نائب مجلس الشعب، وهو التشريع والقانون والدستور والرقابه على الحكومه. ودي حاجه طبعا لها باع كبير جدا من الموضوع والكلام. احنا المفروض نستعين بالناس الافاضل المستشارين والمحامين الافاضل ان في عمل تشريع والقانون والدستور الجديد. وبنشكر الساده طبعا المحامين الموجودين، الاستاذ محمد بيه شحاته من الشهداء، والاستاذ احمد شاكر مطر ومن الشهداء. ان شاء الله في خلال اسبوع ان شاء الله نعمل مؤتمر هناك او 10 ايام في الشهداء عند سيدي شبل. ان شاء الله نتمنى لما نعلن عنه معظم الناس ان شاء الله يشرفونا، يعني حتى لما نجيب اتوبيسات من هنا. الحاجه المهمه اللي بتهمنا جدا جدا ان احنا لقينا المنطقه بتاعتنا منطقه زراعه وعدد الفلاحين فيها كتير وعندهم مشاكل معروفه جدا. المشاكل هي السمات